قدمت الفنانة الشابة روضة عبد الله ليلة أمس في إحدى قاعات العاصمة عرض غوتايتي الموسيقي، عرض فرجوي احتوى على 9 أغاني نصفها تقريبا من كلماتها ومن صور طفولتها تحيي بها تراث الجنوب التونسي بلمسة شبابية متجددة. غوتايتي مشروع موسيقي وتواصل لعرض أسرار الذي نال جائزة أحسن عرض موسيقي تونسي في الدورة الثالثة لأيام قرطاج الموسيقية. يا مطر يا خالتي صبي على غوتايتي، أنشودة استحضرتها روضة عبد الله من ذاكرة طفولتها بمدينة جابس لتسمي بها عرضها الجديد. الغوتاية هي العكسة في الجنوب، يعني عندها علاقة بالشعر. أكيد الأغنية كانت حملت برشا ذكريات من الطفولة وتجربتي في الصغر مع أخواتي مع أصحابي. العرض الذي حضره وزير الشؤون الثقافية إلى جانب جمهور غفير أغلبه من الفنانين والمثقفين أجمعوا على قيمته الفنية والبحث والتجديد في التراث التونسي والإفريقي. فما قراءة جديدة للتراث وفما ربما كتابة جديدة للتراث اللي هي فيها الناحية الأصيلة يعني، ولكن زاد فما آلات غربية. سبكتاكل فيه برشا بحث موسيقي، بريسك القارة الإفريقية الكل فيه معناها. مست كل شيء، مست المزود، مست البدوي، مست من كل شيء ومتناسق. أمور تنجم تتحسن خاطر النصف الأول متاع العرض حتى لوين وصلت غنيت بين الوديان، معناها حقيقة يعني العرض يهز الجمهور هزان. النصف الثاني في الاخر نتاعو تحس الريتم طاح شويه. شفنا رؤية إخراجية من إبراهيم زروق خلى روضة تتحرك اوترومون سور سين، كل شيء حلو في العرض، لي ميوزيسيان، التوزيع، الغنايات. ما عادش يلزمنا نشتروا، معناها يلزمنا نجددوا، يلزمنا نبحثوا، يلزمنا نعطيو رؤيتنا احنا كشباب زادة للموضوع. غوتايتي هو ليس مجرد عرض موسيقي يكرر التراث الغنائي التونسي بقدر ما هو بحث في طرق الأداء والألحان والطبوع المحلية والمغاربية بصفة عامة مع الاستلهام من الموروث الإفريقي.